لكن انتوا عارفين كويس ان انا بحب العربيات. نوع جديد نازل السوق وهيغزو الاسواق قريبا. تعالوا نشوف العربيه حكايتها ايه بالظبط. وعلى فكره العربيه صناعه مغربي. تعالوا نشوف. في البدايه نحب نعرفكم باسم العربيه اسمها ناميكس. افتكر كويس الاسم ده لانه هيعمل ضجه كبيره جدا في عالم السيارات. ليه بقى هيعمل ضجه في عالم السيارات؟ لان العربيه دي ما بتمشيش بالاسانس مثلا او الجاز، العربيات كلها في اوروبا، لكن بتمشي بالهيدروجين. زي ما احنا شايفين بالظبط قدامنا دي الاماكن بتاعه الشحن، الكباسين بتاعه الهيدروجين. طيب عندنا مثلا تقريبا هنا حوالي 6 كباسين بالظبط. الكبسوله الواحده تقريبا بتمشيك حوالي 60 كيلو متر. تمام؟ ازاي بقى بنشحن الكباسين دي او بنحطها في الشارج؟ تعالوا نشوف. هنشيل بقى الكبسوله من المكان بتاعها كده بالظبط ونروح نشحنها. هنحط دي بطريقه معينه كده هنا، وهناخد واحده مكانها بس دي طبعا مشحونه. تمام؟ ونرجعها تاني في العربيه. حاجه سهله وبسيطه جدا ومتاحه في كل مكان، بس تقريبا كمان 3 سنين المشروع هيتعمم في العالم كله. دلوقتي هيجي في بالك يعني طب ازاي ممكن حد يفتح وياخد الكباسين ويجري؟ لا، عملوا حسابها برضو، وازاي هنشوف. المنطقه دي بتفتح بالكامل كده، وبعد كده بنختار الكبسوله اللي احنا عايزين نغيرها بالظبط اللي خلصت يعني، وبنشيلها. وزي ما احنا شرحنا قبل كده بنروح المنطقه بتاعتنا ونحطها في الشارج ونشحنها وبنرجعها تاني. وبعد كده العربيه بتقفل اوتوماتيك. لا مش كده وبس، طبعا احنا شفنا المنطقه الخلفيه فيها الكباسين ونقدر نشحنها في اي وقت مفيش مشاكل، لكن كمان عملوا ريزيرف في العربيه في المنطقه دي. المنطقه دي فيها تخزين هيدروجين يقدر يمشيك تقريبا يعني او كل جنب 250 كيلو متر. انت متخيل؟ يعني ممكن تقدر تمشي بالعربيه 500 كيلو متر بالريزيرف بتاعها. في حاجه ثانيه مهمه جدا نحب نقولها في العربيه ناميكس، ان انت تقدر تشحنها حضرتك في 3 دقائق بس. منين؟ من المكان ده. اكنك بتشحن او بتحط بنزين عادي جدا، لكن هنا تقدر تشحن العربيه كلها تحت. زي ما احنا اتكلمنا على الريزيرف 250 كل جنب، يعني 500